نشرة أخبار هذه الظهيرة أقدمها لحضراتكم من الفضائية التبية أينما كنتم أيها السادة والسيدات. نحييكم والمستهل مع أبرز العناوين. وزير الزراعة يدعو لحماية التربة والمياه. دعوة لتعزيز المشاركة الشعبية لحماية الأشجار في قندع. سكان الأوسط يؤكدون عن العمل الموثق لتنفيذ البرامج التنموية. وباكستان ترفض المساعدات الأمريكية عقب انتقادات ترامب. وكوريا الجنوبية تعرض إجراء محادثات رفيعة المستوى مع الشمال. حريق يدمر مئات السيارات في ليفربول. دعا وزير الزراعة السيد رفاعي النبرهي للدفع بعملية حماية التربة وحفظ المياه لدورها في رفع الإنتاج الزراعي. وأوضح سيادته في الاجتماع الذي عقد في مدينة بارنتو في 29 من ديسمبر المنصرم لتقييم أنشطة مكتب وزارة الزراعة في إقليم القاش بركة، أكد بوجوب الدفع بنفير حماية التربة وحفظ المياه لرفع الإنتاج الزراعي سواء المطري والمروي، والقيام بالتقييم الزراعي المنتظم والتسميد الطبيعي ومكافحة الآفات. وقدم في الاجتماع تقرير عن أنشطة المكتب حول تنمية الخضر والفاكهة وإنتاج الألبان واللحوم وتربية النحل والدواجن وحماية التربة وحفظ المياه ووقاية النباتات والبيطرة وأعمال المراقبة والتدبير المنزلي ودورها في حياة السكان. وأوصى الاجتماع على العمل في الماشية ومنتجاتها بما يفيد المزارع وتمهيد الأرضية لمنتجات الخضر والفاكهة وتحسين عملية توزيع الجرارات الحكومية. ودعا حاكم إقليم القاش بركة في ختام الاجتماع لإدارة جيدة للبساتين والمجاري التحويلية لضمان فعاليتها الدائمة. دعا الاجتماع الذي عقد في مديرية قنا على مشاركة الشعب في الجهود الجارية لوضع حد لاقتلاع الأشجار وتنمية الحيوانات البرية في المنطقة. وطالب مسؤول سلطة الغابات والحياة البرية في إقليم شمال البحر الأحمر النقيب تهيئة تخليه طلب السكان عامة ولجان القرى ومدراء الضواحي خاصة على التعاون والمساندة وتقديم مرتكبي هذه الأعمال أمام القانون. وقال النقيب أن أوضاع المحميات في تحسن بفضل مشاركة قوات الدفاع، ودعا لإيجاد حل دائم للطاقة البديلة التي يتسبب عدم وجودها في تدمير الغابات. وأوضح مسؤول سلطة الغابات والحياة البرية سيد أبرهة قرزة أن الغابات لا يمكن حمايتها دون التعاون الشعبي، مشيرا إلى وجود برنامج لزيادة عدد حراس الغابات وتدريبهم هذا العام. وطالب الاجتماع لبناء مخزن الحطب والفحم المؤمم وحل إشكالية المواصلات وزيادة عدد الحراس وإبعاد المناحل الموجودة على جانبي الطريق. أكد تقييم فرع الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم الأوسط والجنوبي عن نجاح البرامج المنتظمة في العام 2017 حول تعزيز التوعية والتأطير. وأوضح التقرير الذي قدم في الإقليم الأوسط حول البرامج الجارية لبناء كوادر كفوة، بالإضافة إلى تعزيز دور وإسهامات الكوادر والمجموعات عن فعالية الأعمال النفيرية التي سيرت بالتنسيق مع الإدارات، وكذلك مساعدة أسر الشهداء. وقدم المشاركون آراء بناءة بعد أن ناقشوا بتوسع التقرير المقدم، من ضمنها أن تعمل منظمات الجبهة بقوة لإنجاح الجهود الجارية لتحسين معيشة المواطنين وخاصة متطلبات مياه الشرب الصالحة والكهرباء، وأن تلعب دورا محوريا لتسريع عملية تنفيذ اللوائح الصادرة حول إيجارات المساكن والمتاجر والعقارات الخاصة. وأكد سكرتير الجبهة الشعبية في الإقليم الأوسط السيد يوسف صايغ بالعمل القوي وروح التصدي العالية في العام الجديد لمضاعفة التطور الذي تحقق في العام 2017 بالتنسيق بين المواطنين والجبهة في كافة المجالات. في غضون ذلك أكد فرع الجبهة في الإقليم الجنوبي بأن البرامج المنتظمة لتطوير التأطير في الشؤون السياسية والتنظيمية حققت نتائج إيجابية. وذكر التقرير بأن تقوية التأطير وتعزيز وعي الكوادر من أهم البرامج التي أعطيت اهتماما أكبر، حيث قدمت دورة تأهيلية ل 239 من الكوادر القدامى. كما نظمت مجموعات الجبهة في الإقليم بالتنسيق مع الإدارات
أعمال نفيرية ناجحة تمثلت في صيانة الطرق ومد أنابيب المياه والتشجير، بالإضافة إلى تسيير أنشطة فعالة في مساعدة أسر الشهداء. وذكر حاكم الإقليم الجنوبي السيد إفريم قبر كريستوس كوادر الجبهة للعب دور محوري لإنجاح برامج التنمية والتصدي الموضوع. أكد سكان الإقليم الأوسط في الاجتماعات التي عقدوها بمديرياتهم بأنهم في العام 2018 سيعملون بقوة على تفعيل برامج تنموية لتحسين معيشة المواطنين. وفي الاجتماعات التي نظمت في 13 مديرية بالإقليم، ناقش الحضور في التقارير التي قدمت عبر المدراء والمدراء التنفيذيين بأن الأنشطة التي نظمت في العام 2017 سيتم العمل على الدفع بها قدما في العام الحالي. في الختام قدمت آراء ومقترحات بناءة حول الجهود المبذولة لتحسين معيشة المواطنين والتأكيد على فعالية البرامج الجارية. حققت الجهود المبذولة لإصحاح البيئة في دقة وعدقنات بمديرية مقلو ونار أنس بمديرية أفعبت نتائج جدية. وأوضح مسؤول الخدمات الاجتماعية في مديرية مقلو عن إصحاح بيئة 16 قرية من جملة 22 قرية بالمديرية نتيجة حملات التوعية المتواصلة. وأشاد مسؤول إصحاح البيئة في مكتب وزارة الصحة بإقليم القاش بركة السيد عبد يعقوب ومسؤولة المركز الصحي في مقلو الممرضة يرساليم زرع بالمهام التي نفذها سكان دقة وعدقنات داعين لمواصلتها. وقام سكان نار أنس بمديرية أفعبت بأنشطة نفير ناجحة لنظافة البيئة منذ منتصف عام 2017. وأوضح مسؤول المؤسسات الصحية في المنطقة الممرض فيلمون حفرون في الاجتماع الذي عقد لتقييم إصحاح البيئة عن انخفاض الأمراض المعدية نتيجة أنشطة نظافة البيئة خاصة مرضي الملاريا والإسهال. المشاهدون الأفاضل، تتواصل هذه النشرة الأخبارية مع الأخبار العالمية لكن بعد قليل، فتفضلوا بالبقاء معنا. أكد وزير خارجية باكستان خواجة آصف أن بلاده ترفض المساعدات الأمريكية، وذلك ردا على انتقادات الرئيس دونالد ترامب الأخيرة لباكستان. وأضاف آصف أن الولايات المتحدة تكيل الاتهامات لباكستان بسبب إخفاقها في أفغانستان وشعور ترامب شخصيا بخيبة الأمل إزاء هزيمة بلاده هناك. وكان ترامب اتهم باكستان مجددا بإيواء الإرهابيين الذين تقاتلهم الولايات المتحدة في أفغانستان، مشيرا إلى أن بلاده تقدم المساعدات إلى باكستان ولا تتلقى منها في المقابل سوى الأكاذيب والخداع. وحول الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان، أكد وزير الخارجية الباكستاني أن المفاوضات السلمية تمثل الحل الوحيد للأوضاع في أفغانستان، وأنه يتعين على الولايات المتحدة أن تتفاوض مع طالبان بحسب ما أكد الوزير الباكستاني. وحذر آصف أيضا من أن بلاده سوف تدافع عن سيادتها في حال قيام الولايات المتحدة بتنفيذ قرارات بطائرات بدون طيار على أراضيها، مؤكدا أن سياسة بلاده الخارجية تركز على حماية مصالحها القومية. عرض وزير الوحدة في كوريا الجنوبية تشونغ مين يون اليوم الثلاثاء إجراء محادثات حكومية رفيعة المستوى مع كوريا الشمالية في الأسبوع القادم في قرية بانغوموم الحدودية، وذلك بعد يوم من اقتراح بيونغ يان إجراء محادثات رغم تمسكها بطموحها النووي. وأشار وزير إعادة التوحيد الكوري الجنوبي على أمله أن يتمكن الجنوب والشمال من الجلوس وجها لوجه لبحث مشاركة وفد كوريا الشمالية في ألعاب بيونغ تشانغ، فضلا عن مسائل أخرى ذات اهتمام متبادل من أجل تحسين العلاقات بين الكوريتين. وجاءت التصريحات بعد خطاب أدلى به كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية يوم الاثنين بمناسبة العام الجديد، قال فيها أنه منفتح على الحوار مع كوريا الجنوبية ومستعد لبحث مشاركة الرياضيين الكوريين الشماليين في الألعاب الأولمبية الشتوية، لكنه أعلن أيضا أن كوريا الشمالية قوة نووية.
قالت خدمات الطوارئ في بريطانيا أن حريقا دمر مئات السيارات في مرآب متعددة الطوابق بمدينة ليفربول بشمال غرب إنجلترا، وأظهرت لقطات حطام السيارات المحترقة والمبنى وقد غطاه الدخان الكثيف، لكن لم يصب أحد بسوء. وقال عمال الإطفاء أن الحريق أدى إلى انصهار جزء من الأرضية الخرسانية للمبنى المؤلف من 7 طوابق مما جعله غير مستقر. وقالت الشرطة أن كل السيارات التي كانت بالمرآب وعددها 1400 قد دمرت بالكامل. وقال عمال الإطفاء أن حريقا غير متعمد بأحد السيارات هو سبب الحادث. محاربة الشيخوخة كان هذا شعار مدينة كوزمو في جنوب أفريقيا التي أرادت دمج السيدات كبار السن في الحياة وإعادة الحيوية ليومهن من خلال تنظيم نشاط رياضي يمارسن فيه رياضة الملاكمة ضمن برنامج خاص يشمل السيدات ممن بلغت أعمارهن 70 عاما أو أكثر. ونظمت المدينة الجنوب أفريقية الواقعة بالقرب من مدينة جوهانسبرغ ثالث أكبر مدن البلاد مباريات ملاكمة للسيدات المسنات ضمن برنامج محاربة الشيخوخة، ما ساعد السيدات المشاركات في النشاط الرياضي على استعادة نشاطهن وإقدامهن على محاربة الشيخوخة وأعراضها من خلال ممارسة الرياضة. ولم يقف السن عائقا أمام ممارسة الملاكمة الشاقة والعنيفة للغاية، وقلنا إنهن انخرطن في هذه الرياضة بعدما طرأ تحسن على صحتهن. ويتجاوز أعمار الجدات المشاركات في التمرينات عمر 70 عاما. قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار هذه الظهيرة من الفضاء الأدبية. المشاهدون الأفاضل بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة. دمتم في أمان الله.